ياه، أخيرا هلعب في الزمالك وأحقق حلمي اللي بقالي 6 شهور بحلم بيه. وكمان هلعب جنب مين؟ زيزو وشيكابالا. يا لهوي، ده أنا مش مصدق نفسي. يا عم روح اتنيل بس. حد يسيب بيراميدز ويجي الزمالك وتقول لي حلم ومش حلم؟ ده انا بحلم اسيب الزمالك واروح حتى العب في نادي شباب المطرية. أنت شكلك متضايق وغيران مني يا زيزو، عشان أنا بلعب في نفس المركز بتاعك، وممكن ألعب أساس عليك ويركنوك أنت. صلى على النبي يا عم عبد الله. تلعب اساس ايه بس؟ ده انت عندك 39 سنة. ده انت بتنهج وانت قاعد على الدكة. وبعدين هي المشرحة ناقصة قتلة؟ ما عندنا شيكابالا وعبد الشافي طالعين على المعاش. والله يا زيزو يا اخويا، انا قلت اختم مسيرتي هنا في الزمالك، ويمكن ربنا يكرمني واجيب بطولة افريقيا ولا الدوري ولا حتى كاس مصر. كان غيرك اشطر يا حبيبي، ولا حتى هتاخد كاس بلاستيك. يا ابني هنا في الزمالك تقريبا بنتعامل مع البطولات على انها حرام او حاجة وحشة. يا عم زيزو ما فرقتش كتير، ما هو برضه نفس الحال في بيراميدز. وصلنا يجي ال200 نهائي وبرضه بنروح قفانا يأمر عيش. انا شكلي كده غلطت ان انا سبت الاهلي. يا عم ده انت تعبان في دماغك. حد برضه يسيب الاهلي؟ ده انت كنت هناك معلم تقيل، وعبد الله راح وعبد الله جه. يا ابني ده انا هموت واروح الاهلي. طب وايه اللي منعك؟ ما تشوف لك اي كوبري عدي من عليه، وبعد كده هتلاقي نفسك في الاهلي. الكباري كلها متقفلة يا عم عبد الله، وبتوع الزمالك واخدين بالهم مني من ساعة اللي ما يتسمى امام عاشور ورافضين اي عرض يجيلي. عليك وعلى الواد كهربا، هو ملك الكباري وخبرة في الموضوع ده. المهم ايه اخبار البوفيه بتاع النادي؟ انا في بيراميدز كنت مقضيها مشاوي وسمين ومندي. لا، انا عايزك تطمن خالص. هنا في الزمالك هتاكل فول وطعمية لما قلبك ينشف ويجيلك شد في عضلة بقك. لا يا عم، انا ما اقدرش استحمل الكلام ده. ده انا اسيب الزمالك وامشي احسن. ايوه يا عم، اتكل على الله وانفد بجلدك من هنا، حتى لو هتدفع فلوس من